ويلكم تو سوريا. بعد أعوام من التحرير، هل سوريا آمنة للحياة والسياحة؟ الحقيقة أخيراً بين إيديكم. هل بتلبي سوريا تطلعات السائح العربي؟ وبترجع زي أول القبلة السياحية الأولى بالبلاد؟ أبناء سوريا المهجرين، هل صار بإمكانهم يرجعوا على سوريا ويحصلوا على حياة كريمة؟ هل للسوريين عتب على بلادهم؟ ولا لسوريا العتب على أولادها يرجعوا لها ويعيدوا إعمارها؟ اعملوا متابعة على صفحتنا واشتراك بقناتنا باليوتيوب. اللي رست عليه الأوضاع بعد الثورة السورية راح ألخصلكوا إياه بالفيديو هاي، بس طولوا بالكوا على الفيديو شوي. بنسمي بالله ونبدأ رحلتنا. ليش رشيد وحميد بالتحديد؟ لأنه إحنا من سكان مدينة الرمثة الحدودية مع سوريا. لطالما اهتزت شبابيك بيوتنا بسبب الانفجارات بسوريا بسبب النظام القديم المخلوع، وكما باقي العرب والمسلمين المعاناة السورية محفورة بقلوبنا. لكن المدهش إنه الشام أقدم مدينة مأهولة بالسكان، مر عليها إمبراطوريات وشعوب وحروب، كلهم سقطوا وظلت الشام شامخة. نبدأ بالأمن والأمان، منبشركم بالأمان التام. النقاط الأمنية موجودة على طول الطرقات وهدفها الحفاظ على الأمن والأمان، ما في أي مضايقات وبسهل مرورك ووصولك على طول وبيساعدوك بأي شيء. سواق الشام القديم تعج بالحياة، سوق الحميدية، الجيمرية، الأبابية، زي ما تركتوهن راح تلاقوهن بجمالهن الآسر. الساحات القديمة، المناطق الأثرية جدا جميلة ومقصد للسواح، لكن بتحس كأنه الزمن توقف قبل 20 سنة. دمشق جميلة لكن الإهمال سرق كثير من جمالها. بما أنه دمشق العاصمة القبلة السياحية لكل العالم، المفروض ما تمتلك أكثر من هيك من دون تنظيف لشوارعها وترميم لطرقاتها، تنظيم لحركة السير والمرور، تسويتها بالمرافق اللازمة للسواح والسكان. بقلب المدينة للأسف فجأة بتلاقي حالك بالسبعينات. وسائل نقل بالية، جسور وممرات مشاة مهملة ومكسرة. جزورة بحاراتها القديمة بنسيك كل اللي فات والله. ركزوا بزياراتكم على الأسواق القديمة وادعوا لي. أهل الشام محبين وراقيين. صوروا مشان ربنا البراميل وقذائف التكسيك. ليش مات يعني؟ صور في كم هاي الديرة مات فيها فوق المليون. لك الله وش ولا ذيك اللي جوا. عراقة الشام بدها 3 أيام تصوير ما بتغطيها، عشان هيك استنوا الفيديوهات الجاية. بدي أجولكم بسوق الحميدية والجيمرية والأبابية، ويلا معنا على الساحل. أول ما وصلنا الساحل انشرحت صدورنا. طبيعة بتاخذ العقل، الجبل بحضن البحر والأمل موجود. بإذن الله سوريا راح تتعافى، واستنوا فيديو طرطوس وزيارة وادي الملوك.